الجولة الرابعة ضمن المجموعة السابعة، مصر برصيد 4 نقاط والمنتخب النيجيري برصيد نقطتين بعد إعلان منتخب تشاد انسحابه من هذه المجموعة لتبقى المجموعة على النحو التالي: مصر 4 نقاط بعد حذف نتائج تشاد، نيجيريا بنقطتين، تنزانيا بنقطة واحدة. معا في ملعب اللقاء كان أقيم يوم الجمعة الماضي في كادونا في شمال نيجيريا، انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1. سجل أولا إيتيبو للمنتخب النيجيري في الدقيقة 60، وعادل محمد صلاح في الدقيقة 91 الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في تلك المباراة. معا في ملعب اللقاء، مع هذه الجماهير الحاضرة هنا في هذا الملعب، مع التشكيلة المصرية التي وضعها اليوم الأرجنتيني هيكتور كوبر في حراسة المرمى أحمد الشناوي، في الدفاع عمر جابر، رامي ربيع، أحمد حجازي، حمادة طلبة، وسط الملعب محمد النني وإبراهيم صلاح، وأمامهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، ورأس الحربة اليوم هو مروان محسن. حكم مباراة اليوم هو السيد دانيال بانت، حكم مباراة اليوم من جنوب افريقيا منتخب نيجيريا. في مباراة اليوم في حراسة المرمى دانيال أكيبي، في الدفاع عبد الله 13، وبوبونا 2، أمبروز 5، واللاعب أمودزي رقم 6. وسط الملعب جون أوبي ميكيل 10، يوتوبو رقم 4، أمينو عمر رقم 12، وفي الأمام أحمد موسى 7، واللاعب فيكتور موزيس رقم 11، واللاعب أوديون إيجالو رقم 9. المنتخب المصري عامل الأرض والجمهور، وبالفعل الكل يترقب مصر التي فازت بلقب أفريقيا 7 مرات و3 مرات من خلال 2006 و2008 و2010 متتالية، ثم غياب متتالي في 3 نسخ. اليوم نجوم مصر في هذه المباراة أمام هذه المهمة، أمام المنتخب النيجيري المنافس العنيد والقوي اللي فاز بلقب البطولة ب3 ألقاب. أمامنا هنا استلام رمضان، التعديلات اليوم في التشكيلة المصرية: رمضان بيبدأ مكان تريزيجيه، وأيضا مروان محسن بيبدأ مكان اللاعب أحمد حسن كوكا اللي خارج القائمة النهارده. بدلاء مصر محمد الشناوي وأيمن حفني ومحمود حسن تريزيجيه، وموجود عمرو جمال وحازم إمام وأحمد ديودار واللاعب حسام غالي. هذه التمريرة عبد الله السعيد، لكن على طول مقطوعة الكرة، تبدأ الهجمة أمروزي، لاعبين المميزين جدا في دفاعات المنتخب النيجيري. ادي امامنا احمد موسى في الجنب اليمين، مكان متقدمين بهدف اللاعب ايتوبو، انقذ كرة رائعة الحقيقة حمادة طلبة يستلم من احمد حجازي. المنتخب المصري المطالب النهارده بالانتصار والفوز، واللي جماهيره بتسنده وبقوة في مباراة اليوم. لقاء الصدارة، لقاء التأهل، البقاء للفائز هو عنوان هذه المباراة. ادي امامنا استلام مروان محسن، 10 اهداف مع نادي الاسماعيلي، بدايته مع بتروجيت لم يوفق مع جيل بسنتي في الاحتراف في البرتغال، احد اللاعبين اللي النهارده بيبدا اساسي 13 مباراه، بدايه مباراه سيراليون مع كابتن هيدر رمزي في تصفيات 2012. مصر لم تتأهل 2012 لما جاءت في المركز الرابع في مجموعة النيجر وجنوب افريقيا وسيراليون. خرجنا 2013 لافريقيا الوسطى، 2015 كان امام تونس والسنغال. وادي الهدف الاول يضيع هنا في هذه اللقطة، اول اهداف اللقاء. فرصة كبيرة، حلوة كورة امامنا هنا. التقدم النجم احمد حجازي نجم النادي الاهلي ولاعب فيورنتينا السابق ولاعب بيروجا. هذا اللاعب امينو عمر كان لاعب بديل في المباراة الاولى، كان دخل مكان اللاعب كيليتشي. ادي امامنا الهجمه، استلام حلو قوي، رمضان انطلاقه، رمضان انتظار محمد صلاح، ارفع عينك لصلاح، وادي استلام عبد الله، هي جول يا عبد الله، يا عبد الله تضيع فرصه كبيره. ادي امامنا رمضان انطلاقه روعه. بص شوف رمضان انطلاقه حلوه من رمضان، وملعوبه جميله او استلام جميل من عبد الله، لكن ما مالتش الكوره. حط في البعيده يا راجل، حط الكرة في البعيدة. ادي امامنا عبد الله السعيد قائد المنتخب التعادل في اللقاء الاول. ادي قطع على طول، قطع رمضان يبدا هجمه والضغط على طول، طلع على عبد الله، لكن يلعبها لعبد الله وسط الحصار، عايز يعدي وعدى عبد الله، شيل عرضيه وعمل عرضيه، ولكن لم يتوقعها محمد صلاح. شوف السرعه وفرق السرعه، لان في فرق بين السرعه والتسرع. ضغط العالي، رمضان ضغط حلو وخلص كرة حلوه قوي. وادي امامنا عبد الله السعيد اللي هيكون له دور كبير النهارده. شوف عبد الله اخترق ازاي ومر واتلعبت الكرة، ولكن مروان كان مرحل في الكرة الماضيه، وكان محمد صلاح هو اللي مكمل في العمق. عشان كده يعني لازم فين مروان محسن في اللقطه دي؟ مش موجود في اللقطه دي.
ادي الكره العرضيه من عبد الله السعيد ولكن تمر خارج الملعب وفرصه، لكن عودة المنتخب المصري اللي بدأنا نضغط مرة ثانية على لاعبي المنتخب النيجيري. ادي استلام من جانب رمضان، الركنية القصيرة إلى أمامنا محمد صلاح، عرضية استلام وادي التسديد إبراهيم، يا إبراهيم صلاح سجل هدف دولي في 30 لقاء في مرمى أوغندا. ادي كرة إبراهيم صلاح اللي اتسددت امامنا، ايه الكره الركنيه، الدفاع النيجيري يطلع ابراهيم صلاح ركنها لكن مش قويه. كره من ابراهيم صلاح لكن حلوه، هجمه ومصريه وركنيه ثالثه، يا ولد يا رامي، يا رامي، كره راسيه لكن يتعامل معها دانيال ايكيبي. ضغط المصري، شفنا كره ابراهيم صلاح في دقيقه 39 وراسيه رامي والمحاوله مصريه مره ثانيه. استلام محمد صلاح، عايزين نركز اكثر من كده. صلاح ادي امامنا محمد صلاح وخطا على محمد صلاح. احيانا الضغوط على اللاعبين بتشكل يعني عبء. النهارده صلاح لسه جوه القائم الشمال، كره عبد الله السعيد اللي اخترق من الشمال ومرت من امام المدافعين، وكان محمد صلاح متاخر شويه. وايضا كره ابراهيم صلاح اللي سددها الدقيقه 39، والعرضيه الجميله الحقيقه اللي اتعملت بينيه من عبد الله السعيد على راس رامي ربيعه. لحظه كشف مصيده التسلل بقى، لازم نصطادهم في هذه الاخطاء، ما اصطدناهمش في الاخطاء. ادي امامنا هنا اللاعب اموزي اللي ضغط وراقب النهارده محمد صلاح وعمر جابر، لكن اموزي مره ثانيه اللي كان نقطه ضعف النهارده يعني واقف على رجله لان بيجد الدعم. ادي استلام على طول محمد صلاح، ولكن ايتوبو يطلع دقيقه وقت بدل ضائع. الشوط الاول يقترب من نتيجة التعادل السلبي هنا في ملعب اللقاء في ملعب برج العرب. هل النتيجة لصالح منتخبنا؟ الفوز هو لصالح منتخبنا، وهذه الأمور يعني لابد أن تكون في الحسبان. مش عايزين ندخل بقى في الحسابات والأرقام. وأمامنا هنا في هذه اللحظات ينهي خروج اللاعب أموزي لاعب الظهير الايسر ونزول. ادي امامنا عمرو جمال بدا يستعد، احمد الشناوي في حراسه المرمى منتخب المصري. تعادل سلبي طبعا. الشوط الاول شهد 5 هجمات خطيره لمنتخبنا الوطني، ابرزها راسيه احمد حجازي اللي ارتطمت في القائم من الخارج. ايضا كره عبد الله السعيد اللي اخترق فيها رمضان من الجنب الشمال وعملها لعبد الله، ولكن لعبها برعونه بجوار القائم. ايضا في الدقيقه السادسه الكره بتاعت عبد الله السعيد اللي اخترق بالجنب الشمال داخل منطقه الجزاء ومرت بجوار القائم ايضا الايسر. تسديده ابراهيم صلاح اللي انقذها الحارس إكباي، وايضا كره رامي ربيعه الراسيه اللي كانت من تمريره بينيه حلوه قوي من عبد الله السعيد. المنتخب النيجيري حتى الان يعني كان له بعض الفترات جيد من خلال سيطره على وسط الملعب، لكن خطوره في ظل يقظه دفاعيه حقيقه. الشوط الاول حجازي وربيعه وعمر جابر وحماله طلبه كان ليهم دور مهم قوي. كان ان شاء الله بقى الدور الشوط الثاني يستمر، ويعني شعار عدم التسرع، شعار دفاع في ناحيه اليمين عبد الله وبوبونا وامروزي قلبي دفاع. اللاعب البديل الديرسون دخل رقم 3 لاعب نادي موناكو في الجنب الشمال كظهير ايسر. وسط الملعب جون اوبي ميكيل واللاعب ايتوبو واللاعب امينو عمر، وفي الهجوم احمد موسى وفيكتور موزيس واللاعب اوديون ايجالو. حكم مباراه اليوم هو دانيال بنت. ادي الهجوم المصري عبد الله السعيد، انطلاقه محمد صلاح يبحث عن العرضيه. الهجوم المصري محمد صلاح يعملها لعمر، عمر يلعبها عرضيه، وهنا التدخل والنني كاد ان يسجل. انطلاقه ومعاه الديرسون البديل. ادي صلاح عايز يعدي صلاح والضغط على صلاح، لازم يطلعها اسرع والنني ببطن رجله لكن سهل. ادي امامنا هنا محاوله ثنائي بازل السابق، نجم روما محمد صلاح ونجم الارسنال محمد النني. ادي الانطلاقه وابناء طبعا نادي المقاولة العرب. ادي المساحه، اتضرب ابراهيم صلاح واتضرب النني وسد. كوره في منتهى الخطوره. صحيح حظوظنا موجوده بشكل افضل من المنتخب النيجيري سواء بالفوز او التعادل السلبي، ويتبقى لنا مباراة تنزانيا. عدى حلو قوي رمضان، لن ندخل في الحسابات لأن هناك نجوم، ولكن كرة رمضان وإنقاذ وتدخل في الوقت المناسب. تطلع كرة ركلة ركنية لصالح المنتخب الوطني المصري. بص رمضان هيكتور كوبر مع كل كرة. ادي رمضان عدى حلو قوي من ايتوبو ومر وفات، ولكن بقى ايه السد الثانية دي، التكة الثانية دي هي دي بقى المشكلة. السدة الثانية دي هي المشكلة، والتدخل الدفاعي. تدخل دفاعي وركنيه اتلعبت على القائم الاول، تصل على طول الكره. منتخب النيجيري احمد موسى لافريقيا 2013 في مباراه مالي في نصف النهائي، وكان سجل في القارات. شوف التغطيه الدفاعيه من جانب اللاعب السلتك اللاعب امبروس.
هيكتور كوبر يعني غير راضي عن الكرة دي. الحاجات دي لعبد الله السعيد يعني تبقى في الشباك. عبد الله السعيد لمسه حلوه من رمضان لعبد الله السعيد، تفاهم ما بين عبد الله ورمضان، جابها اللي امامنا النشطه، جابها الشمال. عبد الله السعيد يلعب الكوره ليه يا عبد الله؟ عبد الله ابله ابله يا عبد الله ابله، وش عصر قوي بالوقعه، وقع نزلها الحقيقه بشكل يعني مؤلم. ادي امامنا الكره الركنيه لكن يشيلها على طول اوبوبونا، تسديده وادي مروان تعود الى رمضان. يا ولد يا رمضان يا رمضان يا رمضان، احسبوها وخلصوها وسجلوها، ومصر امامنا في هذه اللحظات تسجل عن طريق رمضان صبحي. رمضان صبحي يسجل هدف التقدم في الدقيقه 65. جوهرة مصر الجديدة في مرمى اهو دانيال إجباري يبحث عن الكرة، جات لك وسط زحمة ما شفتهاش يا دانيال، ورمضان يسجل أول أهدافه الدولية اللي مطالب بقى يعني في الوقت القادم. رمضان يبكي، رمضان أبكتنا، رمضان أسعدتنا يا رمضان، هل هلالك يا رمضان قبل رمضان يا ولد يا ولد يا رمضان. هدف التقدم المصري عن طريق الجوهرة الجديدة لكرة القدم رمضان صبحي. بص الإعادة الركنية، شوف الإعادة بقول لحضراتكم، أدي التسديدة من نني ترتد الكورة، ورمضان بقى في الزحمة هي عايزة تدخل، هي عايزة تدخل. فكرتني بكورة يعني النجم الكبير أبو تريكة، الكورات اللي إيه اللي بتحبه واللي دايما كان بتطوعه وبتطوع أمامنا أهو النجم القادم بقوة خليفة محمد أبو تريكة أمير القلوب، يضعها رمضان في مرمى الحارس دانيال إجباري في هذه اللحظات اللي إيه لتشتعل الفرحة في ملعب اللقاء. رمضان سجل، فاحتفل الجمهور المصري بهدف رمضان صبحي أول أهدافه الدولية في هذه اللحظات. اللقطة دي بشكل مميز أو محمد صلاح عمل تغطية حلوة. محمد صلاح في المباراة النهاردة مع اللاعب أمينو. ادي رمضان الهجمات والمساحات، التدخل بقى المرة دي لازم يكون حاسم. عبد الله السعيد يا ولد يا عبد الله، لكن فين يا عبد الله؟ ادي عبد الله السعيد مجهود كبير، لكن اللمسة الأخيرة النهاردة عبد الله مش المنتظر. ادي عبد الله السعيد اللي هيغادر الملعب ويترك هذه المباراة بعد ما بذل مجهود كبير الحقيقة. بسكور أكتر من 3 وتكسب كمان نيجيريا في نيجيريا، هو ده الاحتمال. لكن حتى الآن احنا متفوقين ووصلنا إلى الانتصار في هذه المباراة. فوز على تنزانيا وتعادل مع نيجيريا، في حين منتخب نيجيريا كان يتعادل مع تنزانيا تعادل سلبي، وتعادل أمامنا في اللقاء الماضي بعد حذف طبعا نتيجة المنتخب تشاد في هذه المجموعة اللي اتحرمت كمان من وجود فريق يدخل ضمن التواني، لأن ال 13 الأوائل زائد أحسن 2 تواني. خلي بالك خلي بالك، الحمد لله يا رب يا الله يا الله على هذه الكرة. فيكتور موزيس كورته ايه ترتطم في باطن القائم من الداخل وتمر بسلام وامان. دعوات هذه الجماهير هي دي البركه، بقول لحضراتكم النهارده البركه حله في ملعب اللقاء النهارده. دعوات الجماهير ودعوات الجميع اللي بيتابع اللقاء، وكره فيكتور موزيس كره التعادل بتضيع مع انذار شديد اللهجه من جانب الضغط الرهيب على منتخبنا. هل يستمر الصمود المصري؟ هل تستمر الامور على هذا المنوال؟ لكن كره موزيس ترتطم في القائم الشمال من الداخل وتطلع وتمر بسلام وامان. في ارتباك مصري، في ارتباك مصري، قاعدين على اعصابنا في اللقطات دي. ادي امامنا الكوره عايز يغمزها لكن حلوه، هذه ينهيها صلاح بهدف ثاني يكون بمثابه رصاص الرحمه، ويعني يوقف قلبنا بقى. مين اللي هيوقف قلبنا؟ ادي امامنا حسام غالي يرجع مره ثانيه، عمرو جمال يا راجل خلص يا راجل خلص. ايه الدلع ده؟ ايه الدلع ده؟ عايزين بقى نخلص بهدف ثاني ترد علينا. ريبه التسديده امامنا هنا لكن ترجع مره ثانيه. عمر جابر انقل الكوره، استلم، مرر، اظهروا البعض. لعيبه المنتخب المصري يعني في وضعيه صعبه جدا. ادي حسام غالي، دي مباراه لاعبين برضه عشان البعض يقول لك هيكتور كوبر، لكن اللعيبه برضه ليها دور. وادي بقى هنا ادي مصر تؤكد الصداره. المباراه اللي قدمناها النهارده مباراه هامه جدا ومصيريه ومباراه حاسمه
في تألق غير عادي من نجم اللقاء الاول في رايي انا هو احمد حجازي، عامل مباراه العمر الكرات العاليه. محمود حسن تريزيجيه، عدى تريزيجيه ومشي تريزيجيه وعايز يعملها، لكن مره ثانيه ادي قتال، قطعت يا تريزيجيه، ارجع بسرعه. ادي اوزي بيكي اخر هجمه في اللقاء، منتخب النيجيري خطير قوي، اجاله في اختراق ومحاوله. يا ولد يا ولد يا ولد للصبح، يا ولد يا ولد يا حجازي. كنت يعني البعض يتحدث ان انت قد تكون يعني احد السلبيات، لكن النهارده انت احد النجوم. يديها لصلاح، هل يسجل صلاح؟ صلاح، ولكن ضاعت الكره من صلاح، ولكن هي اخر كرات اللقاء، هي كره الثلاث نقاط. المنتخب المصري يتألق في هذه اللحظات بصرف النظر عن